يا بلال، ازيك يا كابتن كريم؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كل الامور تمام. تحياتي ليك ولكل اللي بيتفرجوا عليك. الله يخليك. انا من شويه حكيت قصه صالح موسى ومفاوضاته مع نادي الزمالك ويعني هينتقل بكام لنادي الزمالك، وقلت 750,000 جنيه يعني بالاضافه ل 250,000 جنيه فلوس احمد علي، والزمالك هيديهم يعني هيدي الاسماعيلي عرفه السيد وسعيد قطه. وكان خلاص امبارح يعني صالح قريب جدا من الانضمام لنادي الزمالك، لكن الموضوع وقف شويه، فعايز اعرف. تمام. وقلت برضو ان حصل مكالمه، اعتقد الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي كلم محمد شيحه عشان طالب صالح موسى ينضم للنادي الاهلي. تمام. انا بص، انا اتكلم معاك في الجزئيه اللي تخص الزمالك، لكن الجزئيه اللي تخص الاهلي يعني اعفين ان انا اتكلم فيها علشان ما يبقاش الامور فيها يتقال ان احنا بنزايد. تمام. على اي حاجه، لكن احنا ارفع عنا الحرج في الموضوع ده واتكلم معاك في موضوع الزمالك، مفيش مشاكل. تمام. صالح كان قريب جدا من نادي الزمالك. امبارح كنا في النادي بس صالح ما كانش موجود يعني للامانه يعني. انا كنت متواجد، حتى ما دخلتش النادي. اللي كان موجود مسؤول الاسماعيلي، حد من اداره التسويق اعتقد. وكان الامور شبه خلصت. كان حصل اتفاق بين المستشار مرتضى منصور والعميد محمد ابو السعود. وبناء عليه احنا كنا قريبين من نادي الزمالك انا وصالح. تمام. لكن ما قعدناش مع حد. اللي عرفناه اللي حصل خلاف بين الناديين، وبناء عليه اتاجل. انتوا قعدتوا مع الكابتن احمد عبد الحليم باين، صح؟ حصل. طيب ماشي، وانا بقول حصل. حصل. طيب ماشي. وبعدين بتقول بقى حصل خلاف ما بين ايه؟ حصل خلاف بين الناديين، انا ما اعرفوش بصراحه ايه هو، لكن انا اعرف اللي حصل خلاف بينهم. بين الناديين على القيمه بتاعت الصفقه. كان المفروض في لعيبه هتيجي اعتقد من نادي الزمالك للاسماعيلي، لكن اللعيبه رفضت لضعف المقابل المادي تقريبا. ده اللي وصل لي يعني. لكن حته الاتفاق على الماديات اللي تخص صالح او اي حاجه، صالح ملتزم بتعاقده مع نادي الاسماعيلي لحد اخر لحظه. يعني الموضوع شايف انت الموضوع هيتم وصالح هينتقل للزمالك ولا لا؟ ما واقف الموضوع؟ والله بعد يعني حصل جديد الصبح، ممكن يعني بشكل كبير ما يكونش صالح في الزمالك. والله في حاجه يعني، في الامور وقفت شويه. ايه؟ الامور وقفت شويه. في حاجات جديده جت، يعني في حاجات جديده جت لصالح. صالح لعيب كبير وفي انديه كتير طالباه. يعني فيهم نادي انا مش عاوز اتكلم فيه طبعا عشان خاطر بس الامور اللي بين الناديين دلوقتي. لكن نادي الزمالك نادي كبير، في رغبه اكيده من صالح اللي يبقى موجود في نادي الزمالك، وابديناها للكابتن احمد عبد الحليم في حاله ان هو يخلص من نادي الزمالك، يخلص من نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي موافقين ان هم يبيعوا صالح موسى؟ ما هو الديل كويس جدا اللي اتفقوا عليه. ماشي، يعني عندهم موافقه ان هم لو الديل حصل يبيعوا صالح موسى، مفيش مشكله. ما فيش مشاكل، بس هو برضه في حاجه بتحصل اللي كل شويه بيبقى في كلام جديد. عايزين سي 750 غير الفلوس بتاعت احمد علي. بالمناسبه انا برضه كنت وسيط في صفقه انتقال احمد علي للزمالك. فكان في فلوس قديمه لنادي الاسماعيلي فمتاخره، فهم دخلوا ده كله في بعضه اللي هي 750 و250. فجاه بعد كده اللي انا عرفته ان هم لا عاوزين مليون غير ال 250. لا، فكل دي في كلام جديد. فهم بقى مع بعض بقى الناديين وصالح. يعني اداره الاسماعيلي والزمالك هم اللي مختلفين دلوقتي، لكن صالح موسى مفيش مشكله بالنسبه للزمالك. مفيش مشكله فيه يعني.